كده أصحابي نبدأ بسم الله. أول حاجة معايا كوباية من الزبدة، 3/4 كوباية من السكر البودرة يا أصحابي، بيضة، ونص معلقة من فانيليا يا أصحابي، ونص معلقة من بيكنج باودر. بس كده يا أصحابي. احنا هننزل بكوباية من الزبدة. الزبدة يا أصحابي لازم تكون طرية بحرارة المطبخ. هنحط 3/4 كوباية من السكر البودرة، هنحط بيضاية عشان يا أصحابي هنستخدم في الوصفة بيضة، لازم نحط نص معلقة فانيليا. يا أصحابي حطيناها، هنحط نص معلقة من بيكنج باودر، وأقلب كده يا أصحابي كل الكلام العسل ده مع بعضه. شايفين يا أصحابي بقى الطريقة سهلة ازاي، ولا مضرب ولا كهربا ولا أي حاجة. احنا بنقلب بإيدينا بس علشان نسهل يا أصحابي الأمور. هنحط 3 معالق من نشا، حطيت معلقة اهو يا صحابي، ويا صحابي حطيت كمان معلقة، كده معلقتين، لسه فاضل معلقة، وخلاص كده يا أصحابي دي آخر معلقة. يلا بينا نقلب كده يا أصحابي النشا كويس. النشا يا أصحابي بتدي عشاش البسكوت. هنقلبهم كده يا أصحابي مع بعض كويس، علشان نحط 3 كوبايات من الدقيق. يا أصحابي حطيت كوباية ونقلب، كوباية ونقلب، كل كوباية يا أصحابي نقلب. يا أصحابي قلبت، أحط كمان كوباية، يبقى كده كوبايتين، ونقلب برضو، لسه كمان واحدة. هما كل كمية 3 كوبايات من دي يا أصحابي. يا أصحابي أنا لميت العجينة، شايفين قوام العجينة ازاي. هنحط معلقتين كبار يا أصحابي من اللبن المكثف في المحلى اللي أنا عامل. بيبقى يا أصحابي طعم مختلف في الوصفات، لازم تكون العجينة ناعمة سهلة معاكي. شايفين يا أصحابي أنا أقلب كده العجينة. اللي يا أصحابي العجينة براحة عشان البسكوت مش يقش من. هناخد كده يا أصحابي قطع من العجينة، شايفين قوام العجينة بجد تحفة يا أصحابي. هناخد كده يا أصحابي كورة. أنا هجيب الصينية اللي مدهوني شوية زيت دي يا أصحابي، سمنة أو زبدة أو زيت يا أصحابي أي حاجة. وخلاص يا أصحابي حطيت كورة عشان أخلص كل الكمية وأرجع لكم تاني. ويا أصحابي خلصت كل الكمية. شايفين هدوس على البسكوت كده يا أصحابي بصبعي. هدول يا أصحابي فتحات كده علشان أول ما يخرج من الفرن أحشيه مربى. يلا بينا ندخل الفرن يا أصحابي على درجة حرارة 180 ربع ساعة. وده شكله يا أصحابي بعد ما طلع من الفرن. شايفين شكل البسكوتية جميل ازاي، مستوية جدا يا أصحابي. شايفين حد شكلها من ظهرها عامل ازاي، مستوية جدا.
انا هنا يا اصحابي جبت المربى. رحت بقى ايه يا اصحابي البسكوت مش عاوزه اقولكوا عليها. احنا هناخد كده يا اصحابي بسكوتية ونحشي مربى من الفتحة بتاعته. اخلص يا اصحابي كل الكمية وارجع لكم تاني. شايفين يا اصحابي انا هنا خلصت كل الكمية بعد ما حشيت المربى وخلاص كده خلصت وصفة النهاردة. حابة اشوفكم في حلقة جديدة يا اصحابي، والسلام خدمة متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. بس كده يا اصحابي، باي. ده يا اصحابي ايه الجمال ده، هو ده الكلام اللي انا عاوزه اصحابي، هو ده 100%.